إخواني أخواتي، السلام عليكم في عدد جديد من قناة ماروك كولتوريزم. حلقة اليوم غادة تناول موضوع كيخص المغاربة بدرجة أولى، حيث أنه مجموعة من القنوات اليوتيوبية والفعاليات الجمعوية السياسية اللي جعلت من موضوع الصراع المغربي الجزائري مادة دسمة من أجل الاسترزاق، وتناساو بهذه الافعال هذه انهم كيخلقوا الفتنه وكيزيدوا في نار الفتنه ما بين الشعبين الشقيقين والنظامين الجارين. بالنسبه للناس اللي كتدخل في جدال مع الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر قنوات اليوتيوبيه من حيث الاثباتات التاريخيه، هذا يدلي بوثائق تاريخيه وهذا يدلي باقوال تاريخيه من اجل اثبات الانتماء والتاريخ وهذا هما كينساقوا وراء هذه العقلية الجزائرية البائدة التي تبحث عن الانتماء وعن تاريخ لا وجود له، لأنه المغرب بلد ثابت في التاريخ بحضاراته وثقافاته المختلفة والمتنوعة والممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى دولة السنغال، ومن المحيط الأطلسي إلى حدود مدينة تلمسان. وتبقى الجزائر هي تلك المدينة الصغيرة الممتدة أو المطلة على البحر الأبيض المتوسط. من نهار خرجنا ومن نهار عهدنا وعقلنا أننا كنشاركوا أصدقائنا الجزائريين اللي كنتلاقاو معاهم ما هو الرأي ديالكم، ولا كنسولوهم ما هو الرأي ديالكم حول موضوع الصحراء المتنازع عليها، واقع معيش ميمكنش لنا نكروه، وحول الاختلاف ما بين النظامين الجزائري والمغربي. لان الجواب ديالهم كان ديما كيكون واضح، يقول لك حنا خاطينا بوليتيك، خاطينا سياسه، ما بعيد علينا هادشي، حنا خوا جدانا النظامين بيناتهم. هذا هو الجواب، وهذا ما عهدناه على الاخوان الجزائريين، وهذا الشيء كيبين بانهم هما بعاد على المشاركه في التسيير السياسي والاستراتيجي ديال الدوله ديالهم. قتلوا فيهم السياسه في العشريه السوداء، ونرجعوا قبل قتلوا فيهم السياسه في العهده الاشتراكيه. وهذا هو وصل الموضوع ديال اليوم ان شاء الله، لانه كنا هانين حتى لقينا بانه مجموعه من القنوات الاعلاميه الجزائريه كدير بعض الخرجات لا داعي لذكرها اللي كتضر بالسمعه ديال المغرب والمغاربه وبملكهم وبنظامهم. هذه القنوات الإعلامية ما يمكن إلا أنها تكون مدفوعة من قبل النظام الجزائري، هذا النظام العسكري الذي يتمثل بحد ذاته في السي عبد المجيد تبون وشنقريحة وكذلك القايد صالح الله يرحمه. هاد الناس ترباو وترعرعوا وتولدوا وقراو وتخرجوا من المدرسة الاشتراكية اللي كانت فارضة نفسها في العالم العربي في واحد الوقت. أنا كنفضل نسمي هذيك الحقبة العهدة الناصرية، بحيث أنه مجموعة من الدول العربية اللي انساقت في هذاك التيار الاشتراكي اللي كان كيترأسوا جمال عبد الناصر. مجموعة من العسكريين نهضوا الملكيات في مجموعة من الدول العربية آنذاك، وحاولوا أنهم يديروا انقلابات ونجحوا وفرضوا حكم جديد وأفكار جديدة، من بينها القومية العربية. وخير دليل أن جمال عبد الناصر استطاع أنه يضم سوريا إلى مصر، دفع بالقذافي وبومدين أنهم يتزعموا النظام الاشتراكي في المغرب العربي. في هذيك الحقبة المغرب كان ملكي تابع للنظام الغربي، بحكم أن صاحب الجلالة رحمه الله الحسن الثاني كان متنوع العلاقات، فاتح العلاقات في الجانب الغربي، خاصة على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وكذا وكذا، خلافا للجهة الشرقية. إذن القذافي وفي مجموعة ديال الزيارات ديالو للمغرب كان كيلاحظ البروتوكول الملكي في التعامل ديال المغاربة مع ملكهم،
وكيشوف بانه حنا ماشي بدو، حنا عندنا ثقافه، عندنا تاريخ، عندنا بروتوكول، عندنا معامله، عندنا تحيه، عندنا سلام، عندنا كتجيه الغيره. ما عندوش هذاك الشيء. ربما هو جا طاح لقى البدو بدا ينصب في الخيمه وما لقاش هذيك العراقه وهذاك المعمار وهذاك التراث وهذاك القفطان وهذاك الطرب الاندلسي وهذيك الاله وهذاك الطرب الغرناطي وهذاك شنو نقول لك الرونق المغربي. ما عندوش هو في بلادو. وبالاجل تحقيق هدف نشر الاشتراكيه وتعميمها في العالم العربي خاصه في المغرب العربي، لازم انهم يطيحوا بالنظام المغربي. تأتت لهم بعض الفرص الأولية خلال الانقلابين 71 73، ذاك بالطائرة والثاني في الصخيرات، إلا أنهم ما نجحوش، لأنه هذه الدولة دولة شريفة والحكام ديالها هما نسل من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا باش نبقاو في الموضوع ديالنا، ما نجحوش الانقلابات، خرجت بعض الجماهير في الصحراء المغربية وطالب مجموعة من الحقوق، ركبوا على هذوك الحقوق ودعموهم سياسيا فكريا اقتصاديا وعسكريا باش يخلقوا الفتنة في جنوب المغرب وجعلوا منهم حركة انفصالية تطالب بالاستقلال من المغرب. دائما وابدا نساو هاد الناس هادو اللي هما الزعماء العرب انهم المغاربه يكونون كل الاحترام والتقدير ملكهم، وهو سليل الاسره العلويه، بحيث انه المغاربه يجدون تاريخهم وانتماءهم واستقرارهم وازدهار بلدهم على يد صاحب الجلالة الملك. يعني ما يمكنش تجيب مخططات باش تزعزع الاستقرار في المغرب وتستغل الشعب باش تدور الوجهه ديالها. كيف ما اعطينا احقيه في الكلام لهاد مجموعه ديال الزعماء والمكر والخداع ديالهم والكيد للملكيه المغربيه وللشعب المغربي، جا الحق اننا نتكلموا على المواقف التاريخيه اللي عرفها المغرب على يد الزعماء ديالو، واللي كتنشر كل ما هو اخوي وسلم وسلام وموده للشعوب العربيه، واللي كتعكس تماما العقليه المغربيه، لانه حنا المغاربه كنبغيو خوتنا العرب وخوتنا الجزائريين. ما يمكنش انه نظام او رئيس جا اليوم وغيمشي غدا يبدل الحب والوقار والتقدير اللي عندنا لخوتنا الجزائريين. الهدف من هذا الفيديو اليوم هو اننا ما كنتصوروش بانه بمجموعه ديال الترهات الاعلاميه اللي كيخرج بها النظام المجاور نوليو حتى حنا عندنا حقد وغل ونوليو نكرهوا خوتنا الجزائريين اللي كنتقاسموا معهم تاريخ واحد، اصل واحد، ومستقبل واحد. الملك الراحل محمد الخامس في اول ما اعتلى المنصه بالامم المتحده نادى باستقلال الجزائر، حس في نفسه ان يتكلم حرا ابيا وان تكون الجزائر لا زالت تحت الاستعمار. واحد الخرجات السياسيه والصحفيه والاعلاميه اللي كان كيدير صاحب الجلاله رحمه الله الحسن الثاني كانت كتبين على الود اللي كيقدموا للشعوب المجاوره والزعماء ديالها كذلك، بحيث انه تاسيس المغرب العربي كفكره كانت في مراكش. وبغض النظر على هذا الشيء كامل، اليوم لا زال على عهده ابيه وجده صاحب الجلاله محمد السادس في جل خطاباته يمد يد السلام والرحمه الى الاخوه الجزائريين، ويحثنا على الا ننساق وراء هذه العقليه هذه
وكيقول في جميع الخطابات ديالو ما نبغيش شي واحد يتطاول على الجزائر والشعب الجزائري لانهم كانوا وسيظلون اخواننا وجيراننا. غنخليكم مقاطع من الفيديو اللي كتثبت كلامي. شكرا على المتابعه، وما تنساوش تفعلوا الاشتراك، هكا ان شاء الله تدعمونا ونقدروا نطوروا من القناه. هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة، كما ندرك أن مصالح شعوبنا في الوحدة والتكامل والاندماج دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا، غير أنه يجب أن نكون واقعيين وأن نعترف بأن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول. وأكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. وإنما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس، ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.